السلام عليكم البنات، شرا تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. نرحب بجميع المشتركين اللي اشتركوا معايا في القناة. نرحب بكم في قناتنا خطوتك للنجاح. نشكركم بزاف على تعليقاتكم المحفزة وعلى الجام اللي خليتوهم لي في الفيديوهات السابقة. كما كتشوفوا البنات، اليوم غادي نحضروا معنا هذه الدجاجة بتتبيلة رائعة، تخرج طرية، تخرج بنينة، وكما كتشوفوا المنظر يعبر على نفسه. تخرج محمرة، يعني تحمر لكم وجوهكم قدام الضيوف تاعكم ولا حتى قدام العائلة تاعكم. تجي طرية 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 يا البنات، تذوب ذوبان. صراحة البنات تخبل ولا ما تخبل على الطريقة السعودية. أنا الصراحة خبلتني وتجي تاني طرية وتذوب ذوبان يا البنات. شوفوا هنايا كي حطيتها في صحن التقديم. هنا كانت حشمانه منكم يعني. غطيتها بهذا الخبز تاع الصاج، هذاك الخبز السوري. اذا بغيتوا الطريقه البنات نحطها لكم في الفيديو ان شاء الله. كما كتشوفوا يا البنات يخرج روعه. غادي في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على طريقه تحضير الدجاج، وايضا هذاك الروز اللي راه اسفل الدجاجه. كما كتشوفوا يجي مزربع، يجي كل حبة وحدها، يعني ما يجيش معجن، ما يجيش متسخ. ان شاء الله في هذا الفيديو قاع نستفادوا ان شاء الله، وان شاء الله الطريقه تعجبكم، وان شاء الله الفيديو تاع اليوم اكيد يعجبكم ان شاء الله. اذا عجبكم ما تبخلونيش البنات بلايك واشتراك في القناه، طبعا فضلا وليس امرا. شوفوا يا البنات تجي محمره، تحسبيها كي شريتها من برا، يعني تحسبي هذه الدجاجه كي شريتها من برا، تجي طريه 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 طريه. قبل ما نشكرها لكم غادي حتى من تجربوها تكتشفوا النتيجه. وهنا البنات جيت نوريكم النتيجة اللي توصلت لها في هذا الفيديو. شوفوا يا البنات تجي طرية، دخلي الفرشيطة تروح طرية طرية قد ما وصلت لكم يا البنات ما تتصوروش. وشوفوا لي هذاك الروز يا البنات يجي كل حبة بحبتها، يعني ما يجي لا متلسع لا معجن لا والو. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم من اعجابكم. سمعونا ولي واش غادي يقول لكم. راك يونس دوق يا دراك كي داير كي داير يهبل. نحطوا لنا لايك واشتراك على الفيديو. كما قلت لكم يونس، حطوا لنا لايك واشتراك في الفيديو. شوفوا يا البنات، شوفوا المنظر روعه روعه روعه. ان شاء الله تجربوها. نبداو على بركه الله. قبل ما نبداو نصلوا ونسلموا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا يا البنات غادي نبداو بالتتبيله. جبت هنا نصف حبه تاع بصل وكميه من الثوم، يعني كميه كيما تفضلوا نتوما، تبغوا تكثروا تبغوا تقلوا. وهادو غادي حتى من بعد نستعملوهم. غادي نضيف عليهم في الاشوار كمية من الكمون، وعندنا فلفل عكري وفلفل أسود وكمية من الزعتر والملح. الملح اختياري كمية اللي تفضلوها. وعندنا هذاك الملون الغذائي الأصفر، إذا ما تبغوش ديروا كركم. هنا ضفت ملعقة خل أبيض. وهنا في هذا الكاس درت عفوا ثلث تاع ماء، وضفت عليه 2 مغارف تاع زيت. حطيتهم كاع مع بعضهم في هذا الاشوار ورحيتهم عادي. كما كتشوفوا بطبيعة الحال راني نقيت الدجاجة، غسلتها غاية بالماء والملح وايضا تاني بالخل ابيض. لازم تنقوها غاية البنات وتخلوها تنشف تكثر من الماء تاعها، وتجوا تحضروا هذه التتبيله. هذه كما كتشوفوا هذه هي التتبيله اللي تحصلت عليها. وهنايا جبت هذيك الدجاجه اللي قلت لكم غسلتها نقيتها. غادي نتبلها كاع بهذه التتبيله. ندخل بين الجلد والصدر تاع الدجاج، ندخلو لداخل التتبيله ايضا. انا استعملت غير بالملعقه قدامكم، وبعد كينا حبست الفيديو وقبضتها بيديا. ما بغيتش نوريكم هذاك المنظر. يعني هذه حاجه طبيعيه، اي وحده مرة في دارها تخدم بيديها. هادوك لي غونيات والاخرين نشوفهم غير في اليوتيوب والاخر. انا ما بغيتش نستخدم يديا كاع.
كي دورت الدجاجه وحطيت التتبيله حبست الفيديو كما قلت لكم ودخلتها دخلتها غايه بين الجلد يعني لازم تبليها غايه كما راكي تشوفوا هنايا. وجبت هذيك القزبر، هذه كميه من القزبر درتها في الوسط، وهنا زوج وريقي تاع عند ديروهم في الاسفل كيما راك تشوفوا هنايا. هنا في هذه المرحله البنات تقدروا تخلوها من ساعتين حتى الوقت اللي تبغوا، قادر تبلوها في الصباح وفي المساء طيبوها. انا هنايا صراحه ما خليتهاش، كيما تبلتها دخلتها مباشره للفور. وهنا جبت البلا اللي غادي نطيب فيه، وجبت هاد الاكياس تاع الشواء. تقدروا اذا ما عندكمش هاد الاكياس تاع الشواء تحطوها مباشره في البلا هذا اللي غادي تطيبوا فيه، وتغطوها بابي كويسون وورق الومنيوم، بابي الومنيوم، وتدخلوها تطيب عادي. انا كي عندي هاد الاكياس تاع الشواء فضلت نستخدمهم. دخلت الدجاجه كما تشوفوا هنايا، وغادي هذيك التتبيله تاني نزيدها معاها، اكيد ماش غادي نتخلو عليها. وتاني زدت كميه تاع الماء كي نقولوا غير شللت هذيك القصعه هذيك وضفت هذيك يعني ما نخلو حتى حاجه كيما راكم تشوفوا. وغادي نغطيها، عفوا مش نغطيها، نبلعها بهذوك يجوا معاها واحد الاخرين كي السلك ولا مش عارف يحزموها كيما تشوفوا هنايا. واكيد الفرن راه مسخن، شعلت عليها من الاسفل ومن الاعلى. اذا كان عندكم الفور يشعل غير من الاسفل تشعلوا من الاسفل، وكي تبغوا تقلبوها ولا شعلوا عليها من الاعلى. كما تشوفوا هنا ضفت كميه تاع ماء في البلا ودخلتها للفور. وهنا جبت هذا الارز بسماتي كما تشوفوا، عبرت بهذا الغرفيه وغادي نديه نغسله حاجه تاع 4 مرات كما قلت لكم، كما تشوفوا نوضح لكم في الفيديو حتى يولي الماء صافي، يعني ما يبقاش فيه ديك الماده تاع النشا تاع الارز، ما تبقاش، يعني يولي الماء صافي. ومن جهه واحده اخرى درت كميه من الزيت في هذه الكسرونه، والاشوار اللي طحنت فيه هذوك التتبيله اللي درتها زدت عليه ديك نصف بصله اللي بقات، هذيك نص تاع البصل وطحنتهم عادي ورجعتهم فوق هذاك الزيت اللي حميته هنا في هذه الكسرونه. قليتهم مليح مع ورقه تاع رند وشويه قرفه، وضفت هذاك الروز اللي غسلناه مليح. وهنا هذيك المرقه اللي زدتها دوكا الكيلو الاول خرج لي من الدجاجه، يعني هنايا حتى من شفت الدجاجه صاي قريبه طيب عاد بديت نطيب في هذا الروز. وكما قلت لكم درت كيلة تاع روز مع كيلة تاع من هذيك المرقه اللي خرجت لي من الدجاجه، ونصف الكيلة الزوجه ماء عادي من الحنفيه. وهنا بعد اللي طابت لي الدجاجه البنات وقلبتها خليت شويه غير من الصلصه باش نسقي بها مره. انا هاد الطريقه درتها غير مره واحده، تقدر ديرها مرتين ثلاثه ونعاود نردها للفور تتحمر لي غايه. وهذا هو الفيديو تاع اليوم البنات، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. اذا عجبكم ما تبخلونيش بلايك واشتراك في القناه طبعا فضلا وليس امرا. خلوا لي تعليقاتكم، ومن الفيديو اخر استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه عفوا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.